الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. بصوا يا جماعة، لو أنا بجيب شتلة زي كده نبات جميل وعايز أزرع النبات ده، إيه اللي بيحصل عند الكل؟ اللي بيحصل إن هو بيجيب النبات، يروح يمسك الفاس ويحفر حفرة صغنطوطة، خلاص أهي، ويروح يجيب النبات ويروح زرعه. مش ده اللي بيحصل؟ إن أنا بحفر تك 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 تك، يروح جايب الشتلة دي، قالب الشتلة واخد الصلاية ومسقطها ومرجع التربة. ده غلط. تقول لا، ما انا حفرت يا باشمهندس على قد الايه، على قد الصلايه دي، او على قد ما العلبه، الشتله يعني بعد ما نطلعها من العلبه تسقط في الارض اهي. لا، كده غلط. كده غلط ليه؟ لما انا بجيب شتله بالطريقه دي وبحفر على قدها بس، حته صغيره كده على قدها وسقطها، الشتله دي لسه كتكوت جميل ضعيف، دي شتله فراوله. خلاص، الكتكوت الجميل الضعيف ده زي البيبي الصغير. البيبي الصغير اللي لسه بيحبي، لو انا البيبي الصغير اللي لسه طفل بيحبي، لو انا مشيته على ارض اسفلت، شفت الاسفلت اللي بتمشي عليه بعربيتك، مش هيعرف يحبي عليه، صح؟ ايديه هتتسلخ ورجليه هتتسلخ، مش كده؟ مش هيعرف يحبي عليه. انما لو البيبي الصغير الجميل ده انا فرشت له الاسفلت ده، عارفين بتاع التبطين ده اللي بيبقى في الحضانات اللي العيال بتقعد تتنطط عليه، اسمه ايه؟ البلاستيك ده التخين اسمه ايه بتاع التخين اللي بيتحط في ارضيات الحضانات ده، العيال بتنطط عليه، هو ده. المهم، لو انا جبت حاجه او سجاد مثلا او موكيت فرشت للطفل الجميل الصغير ده الارض دي سجاد او موكيت، هيعرف يحبي ولا لا؟ هيعرف يحبي. وهيجري في الحبايه ولا لا؟ هيجري، صح؟ النبات الصغير اللي بيبقى لسه صغير يا عيني، بيبي صغير، نفس القصه، نفس القصه. لما انا احفر له حفره صغنطوطه قد كده واروح حاطه واسيبه، الارض اللي حواليه دي كلها، دي الارض دي اللي حواليه كلها صلبه. حتى لو ارضك مفككه مع الميه مره في مره، الارض كلها بتبقى صلبه جامده. عشان جذور النبات ده تتحرك في الارض الصلبه دي في المحيط ده، وانت حفر له حفره قد كده، بياخد وقت، فبيقعد يعافر. مع قله التغذيه ومع قله رعايه تروح تلاقي النبات مات عندك، تراجع ومات. وده اللي بيحصل عند الكل. امال نعمل ايه يا باشمهندس؟ نعمل ايه؟ طب ايه الحل؟ الحل ان انا لو الصلايه دي، يعني لو القصريه دي طولها كده مثلا 5 سنتي، خلاص اهي، انا احفر هنا 10 سنتي و15 سنتي كمان. طيب ولو دي عرضها 5 سنتي، احفر كده 20 سنتي. هتقول لي طب ليه كل الحفرة دي على زرعة صغنطوطة؟ هقول لك انا، الحفرة دي انا بفكك وبمهد التربة حوالين الزرعة دي، بحيث اول ما جدرها يقول بسم الله الرحمن الرحيم مع التغذية تلاقيها تجري رهوان. جميل. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنحفر حفرة ضخمة وكبيرة للزرعة الصغيرة دي اهي. بص اهي، فككت الارض كلها. شايف عمق الحفرة عامل ازاي؟ تقول لي يا نهار ابيض، هو مين عنده يعمل كده هندسة؟ هتقول لي طب انت الحفرة الضخمة دي هتنزل فيها الزرعة دي؟ اقول لك لا، اصبر عليا بقى، اهدى شوية. مش هنزل فيها الزرعة والا هتغطس، هتدفن. ولا هنعمل ايه؟ هنروح مرجعين التراب تاني. هقول يا نهار مش فايت، تاني رجعنا التراب تاني. انا كده مهدت الارض كلها حوالين الشتلة دي. اروح جاي حافر تاني اهو، كده انا فككت الارض. خلاص، حفرت تاني، اروح جاي ماسك الصاية دي، الزرعة الصباعين اهو، اي زرعة كده، واروح قلبها اهو. خلاص، ادي امشي يا قصرية اهو. شايف الشعيرات الجذرية دي اهي؟ انا قلب الشتلة خلاص، الشتلة اهي مقلوبة. الشعيرات الجذرية دي هتنزل في أرض مفككة، هتلاقيها تجري زي الرهوان. ادي هننزل الشتلة اهي، نزلنا الشتلة، تروح الهادم حواليها كده بالراحة. خلاص، وبعد كده تجيب الري اهو، ثواني، ادي الري اهو، واروح راوي الايه، الشتلة الجميلة بتاعتي بدون ما ادوس على الأرض خالص. خلاص اهو، بس. وبعد كده بديلها احتياجها من المية حسب ايه، حسب كل نبات طبعا انا بزرعه. شكرا. حسب كل نبات انا بزرعه. ومفيش اي تسميد لاي نبات بيتزرع الا بعد اسبوع من زراعته، بعد اسبوع من زراعته. يبقى سبب موت رئيسي عند الجميع
في النباتات اللي انا بزرعها الشتلات، روزماري، زعتر، لافندر، نعناع، انك بتحفر حفرة قد كده وتروح سايبها وتجري تقول لها يلا اتعاملي بقى. اتعاملي يعني طفل، انت لسه بيبي صنطوط رضيع وسايبه عايزه يحبي على ارض اسفلت، لا كده غلط. يبقى لازم نفكك الارض ومحيط كبير حوالين الشتلة، نرجع التراب تاني اللي احنا فككناه، وبعد كده نزرع الشتلة الجميلة بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. وتحياتي لكم جميعا.